كرة ابراهيم نور الدين ومحمود وحيد وضربة الجزاء وحلف على المصحف، كل اللي حصل ده انت شايفها ايه كلاعب كورة؟ شايفها ضربة جزاء مش ضربة جزاء؟ شايفها ايه؟ انا شايف ان الحكم لو عايز يحسبها هيحسبها، لو مش عايز يحسبها مش هيحسبها. ان هي جت في ايده واللاعب قال ان جت في ايده والكاميرا بانت، لكن هي ممكن لو الحكم عايز يعديها هيعديها. لو الحكم مش عايز يعديها مش هيعديها. لو هي مثلا يعني ممكن قد يكون ممكن يحسبها، خد قرار انه متاكد، بس اللي ساعده كمان ان الفريق المنافس يعني قوي، وفي نفس الوقت ما عشان كده ما انا بقول لك لو هي ما جاتش في ايده هقول لك لا، ما هقول لك الجواب صريح لا مش بنالتي. لكن هي جت في ايده، وفي نفس الوقت الحكم بقى عنده حريه اختيار، يقول لك ان انا اعديها، ايده جنبيه، ايده قريبه، غير قاصد المسافه اللي هي تقديريه للحكم يعني هيحللها. بالظبط كده. طيب عايز خلي بالك يا خالد معلش، ما ابراهيم نور الدين حسب ضربه جزاء في اخر ثانيه. يعني حسب ضربه جزاء وفيها شك، انا من وجهه نظري فيها شك. يعني انا عن نفسي انا شايفها انها مش بنالتي. اللي هي احمد الشيخ حط رجله في احمد فتحي. انا من وجهه نظري، ممكن ما تتحسبش، لان فيها الغرض، الهدف منه ان هو مصر ان ياخد بنالتي ضربه جزاء، فانا مش شايفها ضربه جزاء. يعني انا من وجهه نظري فحسبها. ما هو في نفس الوقت كان لو هو عايز يخلص الماتش ما كانش حسبها، وخاصه دي في الثانيه الاخيره. امبارح اتفرجت على ماتش الزمالك واسوان. الزمالك يعني كان في ضربه جزاء كان ممكن تحسب على نادي الزمالك. تمام. في 2-3 ونادي الزمالك يعني نادي الزمالك مش محتاج ضربات جزاء.